احلى حاجة تفطروا بيها الصبح هي شوية قراقيش مع كوباية شاي بلبن او كوباية لبن او كوباية شاي. بصراحة من احلى والذ الوصفات اللي مهما بعملها لا بزهق منها ولا ببطل اعملها. وصفة حلوة جدا جدا واقتصادية وجميلة ولذيذة قوي قوي، وتقريبا مفيش حد ما بيحبش القراقيش. الفكرة بس في القراقيش حاجتين: اولا طريقة العجينة نفسها اللي بتخلي القراقيش مقرمشة ومحمصة. الفكرة التانية ان احنا نستخدم اقل كمية سمنة علشان ما نهدرش سمنة كتير او زبدة او زيت لو هنعملها صيامي. فكل ده ان شاء الله هنشوفه النهاردة في الفيديو. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة اتمنى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، وتفعلوا الجرس على كلمة الكل، وما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. بشكر كل اللي بيتابعني وبينتسب في القناة، ميرسي جدا جدا ليكم والكومنتاتكم الحلوة. يلا نبدأ بسرعة وما نضيعش وقت. اول حاجه انا زي ما انتم شايفين كده حطيت حوالي 3 معالق من السكر البودره، وحطيت عليهم نص كوبايه من السمنه السايحه او نص كوبايه من الزبده او نص كوبايه من الزيت، اي حاجه اي ماده دهنيه متوفره عندك هي دي اللي هتحطيها. تضربيهم كويس قوي في المضرب الكهرباء بالشكل ده لحد ما يختلط السمنه مع السكر. انا مش حاطه سكر كتير على فكره، بس تقدروا انتوا تحطوا يعني الكميه اللي انتوا تحبوها، بس انا ما بحبش سكر كتير اصلا في القراقيش. بعد كده هنجيب كمية السكر والسمنة اللي احنا حطيناهم دول، هنحط عليهم بقى الدقيق على طول مباشرة. بس هنحط ايه، هحط كوباية ونص الاول من الدقيق، وبعدها هنجيب كوباية نحطها على جنب. يعني انا حاطة كوبايتين ونص دقيق بس مش بحطهم مرة واحدة، احط كوباية ونص وبعد كده احط معلقة نشا، واحط ايه بقى سنة صغيرة من البيكنج باودر، يعني معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وابتدي ان انا كمان احط سنة خميرة برضو، يعني هنقول نص معلقة خميرة ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر مع معلقة النشا وكوباية الدقيق. وابتدي ان انا اقلب المكونات دي اللي هي عبارة عن ايه، الدقيق مع السمنة والسكر. الدقيق والسمنه والسكر مع بعض يفرولوا بالشكل ده. طبعا الماده اللي هتخمر او الحاجه اللي هتخمر معايا القراقيش اللي هي عباره عن البيكنج باودر والخميره، انا شاركتهم مع بعض، يعني عملت الوصفه فيها بيكنج باودر وفيها خميره الاثنين. معلقه صغيره بيكنج باودر، نص معلقه خميره، ده هيديني نتيجه افضل بكتير من ان انا استخدم خميره بس او بيكنج باودر بس. وبعد كده بدأت ان انا احط الكوباية التانية، يبقى انا كده حطيت كوبايتين ونص من الدقيق، هيقطعوا معاكي كمية حلوة قوي على فكرة. وبعد كده بدأت ان انا اعجن بالمية. في ناس بتعجن باللبن مفيش مشكلة، في ناس تعجن بعصير البرتقال مفيش مشكلة، يعني براحتكم. موضوع العجن ده بايه مش مشكلة يعني، بس طبعا للأمانة اللي بيعجن بلبن بتبقى النتيجة أفضل بكتير. وبعد ما نبتدي ان احنا نعجنهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنبتدي بمنتهى البساطة ان احنا نضيف المكون اللي احنا بيخلي القراقيش معانا تبقى جميلة جدا جدا، او بيقرمش القراقيش بالمعنى الأصح. وهو عبارة عن ايه، وهو عبارة عن دلوقتي انا هجيب معلقة صغيرة من النشا واحطها جوه ربع كوبايه من ميه، وابتدي ان انا ارفعهم على النار. وبعد كده ابتدي ان انا اضيفهم جوه المقدار بتاعي، وابتدي اني انا امسك القراقيش واعجنها كويس قوي قوي. وكده افضل ان انا اعجن في العجينه بس بطريقه الضم، ما اعجنش كده يعني مسكش القراقيش بتاعتي وابتدي ان انا اعجن فيها كتير قوي، لان كتر عجن في القراقيش على فكره بيفقدها القرمشه بتاعتها. وتخلي بالكم من الموضوع ده، لان الموضوع ده هيفرق جدا جدا. فلازم تخلي بالكم ان القراقيش ما تتعجنش كتير، يعني العجن يكون بطريقة بسيطة ما يكونش بطريقة شديدة، علشان خاطر العجان بتاعكم او العجن بتاعكم القراقيش ما تبصي. وبعد كده دي شكل العجينة. طبعا لو عجين العجينة دي بزبدة هتلاقوا لونها اصفر جامد، لو عجنينها بسمنة هتلاقوها مبيضة شوية، لو عجنينها بزيت هتلاقوها يعني برضو سنة مصفرة. فانا عملت كذا مقدار، عملت مقدار بالزبدة وعملت مقدار بالسمنة، وهوريكم الفرق ما بين العجينتين عشان تبقوا بس عارفينهم. هنبتدي ان احنا نقسم العجينه بتاعت القراقيش لعباره عن اجزاء عشان نمسك كل جزء ونقطعه. خلي بالكم ان تقطيع القراقيش ده بيفرق جدا، وكمان في ناس بتعملها ساده خالص، وفي ناس بتحشيها. هقول لكم على الحاجات اللي احنا ممكن نحشي بيها القراقيش. العجينه دي معموله بزبده زي ما انتم شايفين، فلونها صفراء بس مش هيفرق في اللون، هو الفرق طبعا في الريحه والطعم. الزبده ملهاش حل يعني. هنبتدي ان احنا نقصقصها كده من الجناب بعد ما فردناها طوليا، وبعد
وبعد كده هنسويها. وبعد كده نبتدي ان احنا نجيب في سكاكين على فكرة مشرشرة بتقطع القراقيش حلوة قوي. لو مش متوفرة عندكم ممكن تقطعوها عادي بسكينة عادية. القراقيش بتتحشي شمر او بتتحشي سمسم او حبة البركة، اي حاجة من التلاتة موجودة عندكم تقدروا تزوقوا بيها وش القراقيش. هتجيبوا صينية تحطوا فيها ورقة زبدة اوكي، تحطوا فيها سمنة اوكي، تحطوا فيها زيت اوكي، مفيش مشكلة. وتبداوا ان انتوا ترصوا القراقيش بالشكل ده. طبعا عشان حاطين بيكنج باودر وخميرة القراقيش هتخمر شوية. بس احنا عايزين القلب بتاع القراقيش يبقى من جوه مقرمش، فاحنا هنجيب حركة كده صغيرة بالشوكة ونبتدي ان احنا نعمل نغزات كده في شكل القراقيش بالشكل ده. بس طبعا هنعمل النغزات دي قبل التخمير مش بعد التخمير، لان احنا هنسيبها تتخمر في حدود نص ساعة في مكان دافي. وبعد كده هنشغل الفرن بتاعتنا على درجة حرارة حلوة يعني عالية شوية. وبعد ما نشغل الفرن هنحط القراقيش في الرف الوسطاني. لو انتوا بتحبوا القراقيش تبقى طرية معاكم ما تبقاش ناشفة ولا مقرمشة، بتطلعوها اول ما تبتدي تدخل في اللون الذهبي. لكن لو بتحبوا القراقيش تبقى متحمصة بتسيبوها تتحمص شوية لحد ما لونها يبقى ذهبي مغمق. ولما تطلعوها من الفرن بتسيبوها في الهواء خالص لحد ما تنشف. وما تلموهاش بسهولة، لان لو لميتوها على طول في علبة وهي سخنة هتبقى القراقيش معاكم طرية. لكن لو حابين القراقيش تبقى ناشفه وحابين مثلا تغمسوها جوه شاي بلبن او كده، يبقى تسيبوها لحد ما تهدى خالص وبعد كده تتقرمش معاكم. وده بيكون شكل القراقيش. طبعا ممكن نحشيها من جوه ملبن، ممكن نحشيها عجميه، ممكن نحشيها على فكره تمر اللي انتوا تحبوه. زي ما قلت لكم ممكن تعملوها ساده، وعلى فكره ممكن تحشوها كمان حشوات تانية حادقه زي جبن وحاجات زي كده. وممكن تعملوها بالدقيق الاسمر وتبقى مناسبه للدايت. اتمنى ان انتوا تجربوا وصفة القراقيش بتاعت النهاردة وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. ولو حابين اي وصفة تاني اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله ارد عليكم قريب بكل الوصفات اللي اقدر ان انا اعملها لكم. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، تفعلوا جرس على كلمة الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. بشكر كل اللي بيتابعني وبينتسب في القناة، ميرسي جدا جدا ليكم والكومنتاتكم الحلوة. تحياتي ليكم، كنت معاكم شيف نرمين الماجد، واشوفكم دايما يا رب على خير قريب.